مرحبا بكم في موسم الاصطياف 2025. دابا حنا كنتواجدوا في واحد الشاطئ اللي من اجمل الشواطئ في مدينه طنجه، شاطئ الداليه. في هذا الفيديو غادي نعرفوكم على شاطئ الداليه وجميع المعلومات عليه، الاكل والمبيت والمواصلات اللي غادي يقدروا يجيبوك حتى الشاطئ. تبع معايا الفيديو من الاول حتى التالي باش غادي تقدر تعرف جميع المعلومات على هذا الشاطئ. قرية الدالية اللي جات في إقليم فحصنجرة جهة طنجة تطوان الحسيمة، اللي كتبعد على مدينة طنجة ب50 كيلومتر ومدينة الفنيدق ب22 كيلومتر. وبالنسبه للمواصلات اللي غادي يقدروا يوصلوكم حتى شاطئ الداليه من مدينه طنجه، كاينه الحافله الاي 3 اللي من الجنب ديال محطه القطار المدينه، في الجنب ديالها تما غادي تلقاوها، اللي الثمن ديالها 8 دراهم، غادي توصلك قريبه للشاطئ، حتى في الرون بوان ديال الميناء المتوسط، وتبقى لك واحد 10 دقائق باش تهبط للشاطئ. وبالنسبه للطاكسيات من نفس البلاصه اللي الثمن ديالهم 30 درهم، غادي يحطك في الرون بوان الفوقاني، ولا بغيتي يهبطك حتى للشاطئ 35 درهم. وبالنسبه للخطافه راه كاين اللي كيدير 15 درهم، كاين اللي كيدير 20 درهم، وراه كتوصل حتى ل 25 درهم. وبالنسبه للناس اللي في الفنيدق وبغاو يجيو للشاطئ ديال الداليه، راه كاين الطاكسي ب 20 درهم من المحطه، والا خرجتي للطريق غادي تشدو ب 15 درهم، غادي يحطك في الدخله ديال الشاطئ الداليه، وتما غادي تكمل على رجليك واحد 6 دقائق واحد الهبطه. وإلا كنتي في القصر الصغير راه كاينين الطاكسيات ب 10 دراهم غادي يوصلوك حتى للشاطئ، وكاينين حتى الخطافه حتى هما نفس الثمن غادي يوصلوك حتى للشاطئ. وبالنسبه للناس اللي غادي يجيو في الحافله غادي تخليكم في الرامبوان لتحت، غادي تزيدوا واحد شويه، وهذه هي الدخله ديال الداليه وراه قريبه. والناس اللي غادي يجيو في الطاكسيات الا حطك الفوق 30 درهم هنايا، ولا بغيتي تهبط حتى للشاطئ لتحت راه 35 درهم، كتزيد واحد 5 دراهم ديال هذه الهبطه هذه. وبالنسبه للناس اللي كيهبطوا على رجليهم من الطوبيس ما يهبطوش مع الشانطي، راه كاين هنا واحد الطريق مختصره اللي غادي تهبطك حتى للشاطئ. وقبل ما غادي نهبطوا للشاطئ جينا نفطروا هنايا في واحد القهوه اللي جات في الغابه وعندها واحد الاطلاله رائعه على الشاطئ. وهذا هو الفطور ديالنا اللي الثمن ديالو 29 درهم، فيه كاس ديال اتاي، الزيتون، جوج بيضات والجبن وزيت العود وقرعه الماء وخبزه. بالنسبه للقهوه عندها واحد الاطلاله زوينه، قهوه زوينه. بالنسبه للفطور زوين. بالنسبه للثمن كان حيد غير داك 4 دراهم وخلاها ب 25 درهم، غادي تكون احسن. نتوما قولوا لي كي جاكم الفطور. والحاجه اللي زوينه هي هاد الغابه هادي، الناس كيجيو هنا يتنزهوا، كيجيبوا الطاجين وكيطيبوا الماكله ديالهم، وراه قريبه بزاف للبحر. وهذا هو الباركينغ فين تحطوا الطوموبيل ديالكم. ملي كيكون الصيف وكتكون الدنيا عامره كتولي حتى هاد البلاصه هادي كيحطوا فيها الطوموبيل، وراه كاين باركينات اللي هي فين ما مشيتي راه كاينين الباركينات. وجيت نشرب القهوه ديالي هنايا في الميناء ديال الصيد التقليدي ديال القريه الداليه، وكاينه هنايا واحد القهوه اللي كيديروا الفطور، لا بغيتي تشرب عصير اتاي، وخديت القهوه نورمال الثمن ديالها هي 12 درهم، وراه في الصيف كيديروا الماكله. غادي ندخلوا للشاطئ وغادي نعرفكم على شاطئ الداليه اللي كيتعتبر من اجمل شواطئ النواحي ديال مدينه طنجه. وبالنسبه للمرافق اللي كاينين هنايا في الشاطئ، كاينين المظلات المجانيه، وكاين الدوش، وكاينين الطواليطات، وكاين الممر اللي غادي يوصلك حتى للشاطئ، وكاينه الوقايه المدنيه والسباحه المنقذه. والحاجات اللي كيمتاز بهم شاطئ الداليه ان المياه ديالهم صافيه، والناس اللي كيجيبوا ولادهم هنا راه ما كاينش الفندق، كتزيد واحد المسافه عاد كتلقى الفندق، ولكن ضروري من المراقبه. والحاجه اللي خايبه هنايا في شاطئ الداليه ان المياه ديالو كتكون بارده لواحد الدرجه ما تصورش، والشرقي كيطلع بزاف في هذه المنطقه هذه. وبالنسبه للجوده ديال الرمال ديال الشاطئ، الرمله ديالها صفراء وذهبيه نقيه، ولا بغيتي تجي تشمش هنايا
وبالنسبه للمظلات المجانيه راه كاينين غير هما قلالين، يعني خصك تجي بكري الا بغيتي تشد المظله ديالك، والا ما لقيتيهاش هنايا راه كاينين اللي كيكريو المظلات والكراسه والطبالي ابتداء من 25 درهم على حسب الشطاره ديالك. شاطئ الدالية جا كيطلع على مضيق جبل طارق، هنا كتبقى تشوف الباطوات غاديين جايين، وكتعتبر من اقرب نقطة للضفة الاسبانية 14 كيلومتر. يعني الناس اللي جايين يخيموا هنايا يحطوا الخيمة ديالهم راه واخا تبعد الجبل الغابة راه ممنوع، الا حصلوك غادي تلقى المشاكل لان هاد البلاصة حساسة وقريبة لاسبانيا. وفي جنب الشاطئ كاين هاد الشاطئ الصخري اللي المياه ديالو نقيه، وبزاف ديال الدراري كيجيو لهنا لهاد الصخور كيديروا الطاجين وكينقزوا هنايا في الحجر، غير هي راه خطر، الواحد ملي يجي لهنا وبغى ينقز يرد البال مزيان. وفي الدخله ديال الميناء ديال الصيد كاينه هنايا مدرسه ديال الزوارق الشرعيه، كيجيو هنايا يمارسوا الرياضه ديالهم لان هاد البلاصه كيكون فيها الريح، وهذه هي البلاصه المفضله ديالهم. والعشاق الغوص كاين هنايا نادي الا بغيتي تسجل، والا بغيتي تعيش غير تجربه راه ب 400 درهم كيدخلوك من هنايا من البحر ثلث ساعه. والحاجه اللي عجباتني هنايا في النادي انهم كيجمعوا داك البلاستيك اللي كاين في البحر وكيوليو يديروا له التدوير وكيصوبوا منه هاد لي بورت كلي وكيتغوسيكلاو وكنعدو بهم سو فون ديال البورتيكلي. هادي روكان بالين، كاين طورتو، كاين ليطوال، هذا السيبور ديال التليفون تنزلو عليه، فهمتي ديفيرونت كولور. وبالنسبه للكراء هنايا في شاطئ الداليه راه موجود الكراء، غير هو ما كاينينش الديور بزاف، كاينين اللي في جنب الشاطئ راه ابتداء من 500 درهم، وكاينين اللي الفوق ابتداء من 300 درهم. عندك واحد 10 دقائق للشاطئ على رجل، غير هي ملي غتبغي تطلع غادي تمحن. وكاين ارخص بلاصه هي واحد البلاصه هنايا سميتها الحومه، واحد الحومه سميتها الحومه ابتداء من 200 درهم، ولكن الا بغيتي تكري تماك خصك ضروري تكون موتوريزي لان راه كاين واحد شويه ديال الطريق. ولا كنتي في القصر الصغير حتى هي راه قريب لك، وحتى الترونسبور راه قريب 10 دراهم الطاكسي وتمشي وتجي. وبالنسبه للماكله الاخوان هنايا في الشاطئ ديال الداليه راه موجودين المطاعم وموجودين البقاله، والا كنتي موتوريزي غادي تطلع حتى الفوق ولا تمشي حتى للقصر، راه فين ما مشيتي غادي تلقى المطاعم، يعني ما غاديش تحنسر. واحسن حاجه دير هي تجيب الماكله معاك ولا تجيب معاك شي طاجين وطيبوا هنايا في هذه الغابه هذه. وجيت لهذا المطعم هذا اللي جا الفوق بعيد شويه على الشاطئ، كيدير الفاست فود، كيدير ساندويتشات، اي حاجه بغيتوها، فطورات، وراه كيوصل حتى الشاطئ في الصيف، كتصوني عليه في الرقم ديالو وراه كيوصل لك الطلبيه حتى الشاطئ. وانا خديت هذا الساندويتش هذا ديال التون بصله ومطيشه 18 درهم، وخديت مهلبيه اللي الثمن ديالها 12 درهم. وإلا بغيتي تصلي راه كاين هنايا المسجد ديال القرية الدالية اللي جا في الدخلة ديال الشاطئ. وبالنسبه للناس اللي جاوا لشاطئ الداليه يقولوا لنا الحاجات اللي عجباتهم في هذا الشاطئ والحاجات اللي ما عجباتهمش، وهنا كيكون تسالى الفيديو ديالنا. اي استفسار ما عليك تدخل عندي الانستغرام بي فلوق، راه بعض المرات ما كنقولش المعلومات كاملين، والناس اللي كيدخلوا عندي راني كنجاوبهم كاملين. تهلاو في راسكم.